السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. الأهلي النهاردة أول ماتش من المؤجلات مع فاركو، فاز 2-1. ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته. الدوري في رجلين لعيبة الأهلي. سيبنا بقى من كلمة إيه ده بيراميدز هيتعثر، ده الزمالك هيفوت الماتش البيراميدز، ده بيراميدز ادى فلوس للزمالك عشان يرفع القيد. كل الكلام والهري ده ملناش علاقة بيه. احنا كل اللي نركز فيه ان المطوشة المهمة زي بيراميدز والزمالك الادارة تطلب حكام اجانب، تمام، عشان تضمن العدالة في الملعب. انت مش هتخسر نقاط الا بتلاعب من لجنة التحكيم بس. انت النهارده كولر حاطط لنا واحد اسمه موديست ضيع دستة تجوان والاهلي غلب برضه، تمام. فالاهلي مش عايز اكتر من عدالة في الملعب ولاعيبته تركز. اكسب مطوشتك كسبت الدوري. لا نقعد بقى ندور بيراميدز هيتعطل ولا القطر بتاعه هيقف ولا يتقلب بيهم وباللي جايبينهم. دي مش مشكلتنا. احنا مشكلتنا ان احنا نركز في اللي احنا بنعمله، وكل ماتش ننزل ناخد ال3 نقط. بالطريقة دي هتاخد الدوري. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وبعد كده بقى بيراميدز يتكعبل ما يتكعبلش، الزمالك يفوت الماتش ما يفوتوش، ده كلام طبيعي. هو الزمالك فريق وقع من الاخر. فاكرين لما كان الموضوع اهلي زمالك اسماعيلي؟ فين الاسماعيلي دلوقتي؟ في غيائب الجب، تمام. بيراميدز دخل مكان الزمالك والزمالك خد مكان الاسماعيلي، يعني كلها 3-4 سنين وتلاقي الزمالك بينافس على الهبوط زيه زي الاسماعيلي بالظبط. ليه؟ لانه خلاص بقى ماشي لورا. ليه ماشي لورا؟ وايه اللي خلاه كده؟ معلش انا سبتكم بقى، احنا كنا داخلين في الاهلي بس نكمل مع بعض. ليه ماشي لورا؟ لانه خد منهج ان هو يشجع كل ما هو ضد الاهلي. خلاص فريقه خذله بإدارته بكل حاجة، انخذلوا. الجماهير بقى كل طموحها دلوقتي ان هم يشوفوا الاهلي بيتغلب. اي حد يكسب الاهلي احنا هنشجعه. بيراميدز غلب 3-1 امبارح، تمام. الماتش ده خلى بيراميدز رسمي في دوري الابطال مع النادي الاهلي، تمام. هو الفريق التاني كده اللي مع الاهلي في دوري الابطال. مكان مين؟ مكان الجماعه اللي هم بيشجعوا بيراميدز، يعني بيشجعوهم عشان يصعدوا مكانهم وهم يفضلوا في الكونفدراليه بتاعت سوار الغيني وابو سليم. فهمتوا يا جماعه الدنيا ماشيه ازاي؟ فهم دلوقتي جماهير الزمالك، والله العظيم الجماهير دي جماهير محترمة وتصعب عليك. ليه؟ جمهورها خذلها وهي شايفة الأهلي في سنتين واخد 44 بطولة. مفيش فريق في العالم عملها. الأهلي السنتين اللي فاتوا واخد 44 بطولة في جميع الألعاب، والزمالك خدوا كونفدرالية لسه بيعملوا احتفالات لحد دلوقتي. فنادي البطولات ما بيركزش انا احتفل قد ايه، لا خد البطولة اقلب الصفحة يا باشا، البطولة اللي جاية احنا ورانا شغل، تمام. فخلاص كده الزمالك جماهيره بقى اللي يرضيها دلوقتي ان المنافس بتاع الاهلي هم يشجعوه. طب ما خلاص اعملوا اتحاد بينكم وبين بيراميدز، تمام، والجماهير بقى تشجع. يعني في بيراميدز جمهور الزمالك يروح يشجع بيراميدز رسمي، تمام. يعني مش من تحت لتحت كده يشجع، لا يقطع التذاكر ويروح يشجع رسمي. اعملوا اتحاد انتوا الاتنين، ولو صفيتوا في نهائي دوري ولا كاس اقسموه مع بعض عادي. فحاجة مخزية وحاجة مقرفة. اما فريق يبقى عنده فالنة وشعار ونادي بقيمة نادي الزمالك ويفضل لحد ما يوصل للمرحلة دي ويروح يشجع اي خصم للاهلي زي بيراميدز زي اي حد.
زي الوداد، زي اي حد يبقى مع بيلاعب الاهلي تلاقي الزمالك بيشجعه. ليه؟ لان فريقه اللي هو بيشجعه اصلا مش نصفه، مش رافع راسه، ما بينافسش على بطولات. عشان انا ورغم كده الجماهير واقفه في ظهر الفريق وكتر خيرها يعني. تمام. نرجع بقى للاهلي، والف مبروك للاهلي. ويا عم كولر ركز حبه، ركز حبه، وربنا يعدي اليومين دول وموديس يغور في داهيه، لان احنا زهقنا منه. انا حاسس انك هتفضل مقتنع بموديس لحد ما ياخدك في ايده وهو ماشي. خلي بالك جماهير الاهلي ما بتشجعش افراد ولا مدربين ولا لعيبه، جماهير الاهلي بتشجع كيان. فاي اعوجاج هتبص تلاقي جمهور الاهلي اللي رفعك في السما ده هيجيبك سابع ارض. لا هو ما بيقبلش، ما عندوش لونين، ما عندوش لونين زي الرمادي النهارده وبسام. بسام انا كنت حاسس ان اللي واقف للسيراميكا النهارده جنش، فاهمين يعني؟ بسام دخل فيه جونين مفروض يتحطوا في مسرحيه مسرح مصر. فيا عم كولر ركز، وركز في تشكيلك وشوف هتبدأ بمين. هو اللي ظهر له النهارده انه غير تغييرات كتيرة جدا، وما تأخرش، لانه باين انه عايز يعمل روتيشن جامد ويشرك كل اللعيبة ضغطا للمباريات اللي جاية. عايز كل اللعيبة يبقى رجليها في الملعب ودايسة في الملعب، عشان المطوشة كتير ومتلاحمة ورا بعض. اللي مطلوب من كولر انه يركز ويظبط التشكيل بتاعه في بداية المباراة، مش نعك وبعدين نقعد طول الماتش نعدل. ده اظبط التشكيل اللي يبدأ صح. تمام. ده ما يخص كولر. اللي يخص إدارة النادي الأهلي بقى المطوشة المهمة اللي زي الزمالك، زي بيراميدز، اي ماتش مهم الاهلي شايفه مهم لازم حكام اجانب، لازم حكام اجانب، عشان احنا عارفين الكفة مايلة فين ومتجهة لفين. فمش هيحسمها الا لعيبة النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي انها تحارب على حقها في موضوع الحكام الاجانب. تمام. ان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله، والاهلي رجع وهياكل الاخضر واليابس. والناس اللي عماله زي خالد الغندور والناس دي اللي بيقول لك ايه، قطر بيراميدز الذي لا يتوقف. ما يتوقفش يا عم، احنا مش شغلنا قطر بيراميدز يروح ينام في المحطه هناك بتاعته. احنا اللي شغلنا المطوشه بتاعتنا، نكسب مطوشتنا نكسب الدوري، هنعدي بيراميدز. فالمطوشه المهمه اللي هي زي بيراميدز والزمالك حكام اجانب. الزمالك بقى يفوت، يعني ماتش الزمالك ده متفوت خلقه كده كده. احنا عارفين ان ماتش الزمالك وبيراميدز متساب، لان في اشاعات واخبار طالعه ان بيراميدز ادى فلوس للزمالك عشان يدفع المقدم بتاع خالد بوطيب. هم خلاص وصلوا معاه الاتفاق. كان الاول بيعرضوا عليه ان هم هيدوا له على اقساط بس مش هندفع مقدم، راح حلق لهم بقاش يرد عليهم. دلوقتي هياخد 60% من المبلغ والباقي مثلا على سنه، على 3 اقساط كده، كل 4 شهور جزء. فبيراميدز صدر الموضوع ده بس من تحت لتحت في الخبيني، بس انتوا عارفين مفيش حاجه تستخبى. طبعا قصاد ده هيبقى ايه؟ ماتش بيراميدز يتفوت، اي حاجه تتفوت، كله شغال وماشي. بيراميدز عايز ياخد بطوله، بس بيراميدز لو خد بطوله هيبقى الاهلي ولاعيبته اللي ادوها له، مش الزمالك. يا باشا الزمالك يسيب، كل فرق الدوري تسيب لبيراميدز، ما يشغلناش. لكن احنا اللي المهم عندنا ان احنا نكسب المطوشه بتاعتنا، نكسب المطوشه بتاعتنا، نتفوق وناخد الدوري. تمام. بعد اذنكم لايك وشير يا جماعه. عمرو الحديدي مع والبني ادم اللي هو مش لاقي له مله، اللي هو عفت جربان ده ولا عفت عمران ده، مش عارف له بصراحه. بني ادم كاره للاهلي ولاعيبه الاهلي بطريقه غير عاديه. يعني بصوا هيموت من امام عاشور. اظن تلاقيه النهارده لما اتفرج وامام عاشور جاب الجونين تلاقيه جات له جلطه، مش عارفين هنشوفه تاني ولا لا. فعمرو الحديدي مسك محمد عبد الله وعفت نصار فشخهم من الاخر، فشخهم. ده عمال يقول له ايه؟
رمضان صبحي الاهلي هو السبب في موضوع المنشطات، هو اللي مش عارف ايه، قال عشان يأثر على بيراميدز. يعني رمضان صبحي، طب ما رمضان كان رايح الزمالك وبيراميدز موافق، وبيراميدز طالب مصطفى، الزمالك طالب مصطفى فتحي وبيراميدز موافق. يا باشا دول برغوتين في مش عارف ايه ولايقين على بعض. تمام. ما تقوليش بقى ان الاهلي هو اللي عامل موضوع المنشطات وعامل موضوع ايه. اسمعوا الفيديو اللي عمرو الحديدي ظبط فيه عفة نصار ومحمد عبد الله. فيديو طويل شويه بس اسمعوه يا جماعه لان فيديو مهم جدا. اسمع الفيديو ونرجع لبعض تاني. وكانت في اشارات طبعا مفهومه لما كان يريد ان يذهب اليه طبعا المستشار المحترم المستشار تركي الشيخ. ده بيخليني اروح ان كده بيراميدز بيان في موضوع الشيبي في حاجه، مش في حاجه غريبه بتحصل. صح ولا انا متهيألي؟ يا احمد انا قلتها لك والله ولا عشان بيراميدز متصدر الدوري؟ بالظبط كده. كل المواقع، لان الاهلي عنده كام مباراه، الكام مباراه دولت. وبعدين اشمعنى بيراميدز اللي كل سنه اجلوا الماتشين بتوعه؟ بس انا هقول لك على حاجه برضه. اشمعنى يعني اشمعنى بيراميدز والاهلي كل سنه اجل الماتشين؟ طب لو الاهلي كان لعب السنه اللي فاتت ماتشاته زي بيراميدز في الدوري، كان ممكن بيراميدز يعمل مفاجاه وياخد الدوري؟ طبعا. ولا الاهلي اتاجلت له الماتشات؟ ما انا بقول لك، انت دلوقتي السنه دي مثلا الاهلي لاعب البلديه الماتشين، لاعب الجونه الماتشين. هو مين اللي بيحط الجدول ده؟ هو المفروض ان انا العب المباريات المؤجله بتاعتي، ولا العب المباراه الثانيه من الفرق الثانيه؟ السنه اللي فاتت حظوظه مع فرق عدد اللبنات لو كانت مشيت المباريات بترتيب الجدول، وانا قلت الكلام ده السنه اللي فاتت، الاهلي جاله الاسبوع 19 لعبوه الاسبوع ال 12 وبيراميدز ما السنه دي نفس الكلام. نفس الكلام بيحصل السنه دي. ما هو السنه دي انت لعبت فرق. بص انت لعبت فرق، خلينا نرجع بس انت عندك نقاط. موضوع رمضان بعيد عن الدوري. اسمع، بعيد عن الدوري، الموضوع حاجه شخصيه تمام. ويا تسيب وانا اسيب عشان نخلص. اقول لك على حاجه، رمضان صبحي بيقدم مستويات عاليه جدا السنه دي مع بيراميدز، سبب في مكسب مباريات كتير جدا. فانا لو عطلت رمضان هتعطله ازاي بس يا كابتن؟ ما كان رقم واحد في منتخب مصر كابتن حسام ضمه. ما انا بقول لك يعني هو واستبعد ليه؟ استبعد ليه؟ انت الكلام كله يا كابتن استبعد ليه؟ بص يا كابتن، النادي الاهلي ملوش طرف في الموضوع اصلا. استبعد ليه؟ بص لو ماتشات الدوري كلها اتعادت الاهلي يكسب اي حد. اي حد هتقعد تقول وتعيد الاهلي يكسب. بص يا كابتن، فين المستوى اللي انت بتقدمه علشان اقول ان انت اصلا عندك فرقه كوره؟ كابتن اذا كان منتخب مصر 90% هو النادي الاهلي، امكانياته ما عندكش اكتر من كده. منتخب مصر بيقدم ايه كابتن؟ انت بتسند على البنيه التحتيه اللي هو الوحيد اللي منتظم. انت شخصيا مش عاجبك منتخب مصر يا كابتن؟ مين اللي قال لك مش عاجبني؟ احنا كنا بنتكلم. كابتن انت مش عاجبك اداء عشان مدير فني لسه ما عرفش يغير من شكل الفرقه. طب الاداء ده بيلعب فرقه الاهلي بتقدم ايه؟ احنا نقعد، احنا عندنا كوره، احنا عندنا كوره، احنا بنضحك على بعض. احسن جون في مصر، احسن ليبرو في مصر. فين ده؟ محمد عبد المنعم. واحسن جون في مصر الشناوي. انت عارف واحسن ديفندر في مصر مروان. اعور وسط عميان. لا والله العظيم لو انت عايز تقول انت بص وسط عميان. كابتن دي كانت مقوله الكابتن طارق سليم رحمه الله عليه. وانا بقول لك اما انت تقول كده كابتن، اما ينزل لك لعيب هو يغير لك مجريات المباراه اسمه امام عاشور. مين؟ امال ناصر ماهر ده بيعمل ايه؟ كابتن احنا مش عايزين نبقى له زمالك. كابتن احنا قلنا احنا قلعنا التيشيرت. ما انت قلت يا كابتن، احنا قلعنا التيشيرت. انت دلوقتي قلت انا ما اختلفتش على نصر. بص معلش بعد الكلمه، معلش يا كابتن احمد يا جمال، معلش احمد يا جمال ثواني. فين كابتن عفت، انت كنت تعرف ناصر ماهر؟ انت كنت تعرف ناصر ماهر؟ ايوه كنت اعرفه بيلعب. انا قلت لاحمد جمال من اول يوم هنا، لو جيت بصيت على ناصر ماهر هتحط ناصر الاول على عبد الله السعيد. يا حبيبي صح الكلام؟ في لعيبه كويسه كتير جدا، واحمد حمدي بيظلمها الوقت. في لعيبه كتير كويسه جدا. بس انت كنت قلت كلمه جامده يا كابتن، قلت ان الاهلي فرقه عاديه. لا ما بتقدمش عاديه، ما بتقدمش عمرها ما تبقى عاديه. طب والله ده انت لو كسبت السوبر وكسبت الافريقيا الاسيويه، فرق بينك وبين ريال مدريد فرقتين. احنا نرجع تاني يعني الفرقه بتاعت نيوزيلندا دي والفرق بتاعت مش عارف ايه. انت بتقارن كوره بتقارن ايه بايه يا حبيبي؟ انت بتقارن ايه؟ انت كلامك كله يا كابتن اللي جاب ريال مدريد، مدخل ايه اللي جاب ريال مدريد؟ انا بتكلم على الارقام والتاريخ. التاريخ ايه؟ التاريخ ده التاريخ، اسمع التاريخ ده احنا الدوله اللي عندك يا كابتن، التاريخ اللي عندك ده مفكره لامي. التاريخ اللي عندي واقع وحقيقه. دي مفكره لامي اللي معاك دي، اللي انت بتغش منها. ايه المنافسات اللي انت بتدخل فيها؟ انت عندك يا راجل لما العب كاس العالم للانديه ابقى اسعد واحد في الدنيا. عملت ايه في كاس العالم للانديه انت؟ خدت ان شاء الله الميداليه او نوع اللون بتاع الميداليه. انت كده هتاخد ميداليه. مين اللي قال لك كده يا حبيبي؟ ده اخير بيدوا له ميداليه. مين اللي قال لك كده؟ هي متقسمه قارات. لا والله يا حبيبي بص يا حبيبي اسمعني. هم في الاتحاد الدولي عاملين قاره اوروبا نمره 1،
يعني مفيش مقارنه ما بين الاهلي وريال مدريد؟ لا خالص. إيه انت بتقارنوا ايه بايه يا جماعه انتوا؟ طب اتفرج، جيب الماتشين وجيب جماهير الاهلي، اقسم بالله العظيم ما هتتفرج على الاهلي وهتتفرج على ريال مدريد. يا كابتن انت بتتكلم على فرق بيلعبوا بعض. انت بتتكلم على ايه؟ انت بتكلمني على ايه كابتن؟ بص يا كابتن، انت كلامك كله موجه ومسنود ان النادي الاهلي طرف في لمين؟ طرف لمين؟ إيه؟ في موضوع بيراميدز؟ عشان ليه؟ ده انا متاكد من الكلام ليه؟ ده. ليه؟ اتفرج على البرامج الاعلاميه وانت تعرف الكلام ده. هعيد الكلام تاني. لو اتعاد الدوري 100 مره الاهلي يكسب اي حد. طب والله لو اتعاد الدوري، لو اي دوري في السنين اللي فاتت دي اتعمل فيه فيها عداله، بس عداله تحكيميه يا راجل، عداله تحكيميه بس بس يا راجل. مش الاهلي. لو الاهلي لو خد ثالث ولا رابع في عمل العداله انجاز. التحكيميه دي الجون عدى وانت فاكره بتاع حسنيه اجادير واتعادل إيه ايه يا حسنية راجل؟ أجادير دي؟ وعمر السعيد اما شاور وقال لك هو الماتش كام والماتش شغال. ايه يا كابتن؟ واسامه نبيه اما قال لك انا صعب عليا وانا رايح انفراد فوفرت على نفسي ان انا اجيب جون وانا في غزل المحل. الكلام ده كله ما تحسبوش. انت بتتكلم على ايه؟ بتكلم على ايه؟ يا هو انت حبيبي دلوقتي انت كابتن فقدت بتتكلم- الذاكره؟ انا فقدت دلوقتي الذاكرة اول ما في إيه؟ بكلمك فقدت الذاكره. فقدت الذاكره في ايه يا راجل؟ ده كابتن انت انا بجيب لك صوت وصوره. انت بتتكلم، انا بكلمك على كوره. كابتن انت بتتكلم على ناس. كابتن انا بكلمك على كوره. هو الناس دي كانت من ضمن ايه؟ مش يعني العمدان الاساسيه اللي موجوده في نادي الزمالك. العمدان الاساسيه دي ايه يا كابتن؟ يعني اسامه نبيل لما يلعب في المحله هيقول لك جون عشان مش عارف ايه في هو مش هو اللي قال، هو انا اللي قلت. ده انتوا ما فيش مدرب من الاهلي بيكسب الاهلي في اي فرقه تانية بيمسكها. يا راجل ايه بس يا راجل؟ انتوا عندكم اسماء اعدها لك كده، اسماء احنا اعدها هنفضل لك. طول عمرنا نفتخر ان احنا انا واحد من الناس اللي اتكلم النادي الاهلي. هقول لك على حاجه انا قلتها قبل كده مع احمد جمال. احنا ناخد بعضنا، الزمالك يعدي على بيراميدز ويعدي على المصري ويعدي على المحله ويعدي على البتروجيت واللي طالعين يقولوا لهم شيلوا النادي الاهلي يلعب في دوري اسيا او يلعب في دوري افريقيا ويسيبوا الناس بقى نشوف الدوري هيوصل لمين دوري انت ومين اللي هيبقى اول. هتعمل واحد اعلامي طالع بيقول احنا هنلعب الاهلي في اوروبا ايه اللي يلعب فيها؟ ايه الفرق المستويات انت بتتكلم فيها دي؟ يا كابتن انا مالي. ده انت لو قلبت الايه، لو انت قلبت الايه وقلت نادي الزمالك هتلاقي ما يلعبش لا اوروبا دلوقتي. بس انت بتقول كده. لا والله طول عمري بقول كده. في فرق مستويات. انت عارف عينك حتى انت كابتن عمرو مقتنع ان النادي الاهلي يروح يلعب في الدوري الاسباني؟ ليه ما يلعبش ليه؟ لا وتصدق وياخد الدوري. ليه ما يلعبش؟ يلعب ايه يا عم؟ انت بتتكلم على ايه يا عم؟ ليه ما يلعبش يا عم؟ اما تحط عمرو والله العظيم والنبي عمرو جدا يا كابتن محمد هي دي مالهاش دعوه. لا بجد والله كنت لعيب كوره. انا اسف يعني انا اسف. انت شايف ان النادي الاهلي مثلا يلعب في الدوري الانجليزي؟ كابتن مش عارف والله. انا مثلا هحكي على موقف كان معايا انا واحنا موجودين مع هولمان في فتره النادي اعداد في الاهلي المانيا. لعبنا مع هامبورج ثالث الدوري الالماني في اول التسعينات. والراجل دخل معانا الغرفه هولمان وقال يا جماعه لو خسرتوا الشوط الاولاني 3-4 ما تزعلوش عشان ده ثالث الدوري الالماني بنجومه لتشيكوف وبريم اسماء كبيره. الشوط الاولاني 2-0 لينا. فيليكس لا حول ولا قوه الا بالله. يا عمرو انت بتقيس نفسك في ايه؟ يا عمرو قيس نفسك في ايه؟ بتقيس نفسك في الرسم يا حبيبي. يا كابتن انت اما اتحط في الوضع الرسمي حلها. وضع ايه اللي انت بتتكلم على ايه؟ انا عايز اعرف. انت لو بقول لك عينك حتى عينك بترتاح لما باجي اتفرج على عيني بترتاح اما بشوف اللون الاحمر بتاع النادي الاهلي بس. انت بقى عشان اي لون تاني بضطر احط قطع عشان مش شايف. والله ما عشان انت خدت على كده هبقى اجيب لك مش خدت ان انا جبت من النادي الاهلي من المحله خدت 21 بطوله. ما تنزلوش التتر لو سمحت. المحله خدت دقيقه واحده عشان كام ماتش مع دقيقه واحده كل ماتشاتي كل ماتشاتي اهلي زمالك كل الماتشات. كام مباراه في تاريخ كل ال5 سنين ما قعدتش. 5 سنين ما قعدتش. هات التاريخ. انت هتقاوحني برضه زي ابراهيم حسن لعب كاس عالم ولا ما لعبش احسن بكره في العالم ولا لا؟ دي شخصنه انا ما بقبلهاش يا كابتن. هات التاريخ هتلاقيني لعبت كل الماتشات. كابتن انت نجم كبير وكابتن عمرو الحديد لا انا بتكلم بس ان احنا دايما بنشوف الحته دي. ما تجيبش الكره المحليه ضد الكره العالميه ابدا. ما تحطهاش يا كابتن يحلها. هقول لك على حاجه. ما تجيبش دي قدام. هقول لك على حاجه. النادي الاهلي راح للكره العالميه، راح لاعب السيتي وراح لاعب ريال مدريد وراح لاعب بايرن ميونخ. راح غيري ما راحش حتى. خد توك توك وراح بيه. غيري ما راحش حتى. يا حبيبي في دايما ناس في الدنيا وناس في الاخره. ربنا بيزيد الظالم ظلم يا راجل. والله العظيم. ايه علاقته كابتن الحديث دوت؟ بقول لك ايه. لا اقول لك على حاجه. ايه في الحلقه النار اكتملت. يلا نكون نخش النار. لا ناس معينه لا تخش النار. عموما كابتن عفت انت ابقى شايف يعني هو شخصيا في بعض الاراء لما بنقعد نتكلم فيها لا يقول انما على الهوا دلوقتي لا ما بغيرش كلامي. لا عمري ما بغيرش كلامي. بص الحاجه الوحيده اللي في عمرو الحديد ان هو اورس دغري ما بلفش وادور دغري. شفتوا يا جماعه عفت نصار؟ شفتوا الغل والحقد اللي جواه؟ بيبقى بيتكلموا في شيء تاني، في شيء بعيد خالص عن الاهلي، يروح مدخل احمد جمال. يعني احمد جمال اللي هو كاره للاهلي اصلا بيقول له احنا مالنا ومال الاهلي دلوقتي؟ انت بتدخل الاهلي في جمله مفيده ليه؟
فهو ده اعلام الزمالك، وهم دول اللي بيطلعوا على قناه الحدث وبريمو وتن والشمس. هو سكريبت متفرق كله مهاجمه للاهلي. بس طول ما في رجاله محترمه زي عمرو الحديدي كده اللي اداله على عينه، قال له يا باشا، بيقول له هو كاس العالم انتوا عملتوا ايه في كاس العالم؟ قال له يا باشا احنا عملنا اللي عملناه، رحنا جرينا في الملعب، في غيرنا مش عارف يركب توك توك ويروح حتى. قال له مش فاكر الجون بتاع حسنيه اغادير؟ انتوا بتتكلموا على الحلال والحرام، مش فاكر جون حسنيه اغادير اللي جنش قاعد عليها جوه الجون؟ قال له ايه انت بتتكلم عليه؟ قال له فقدت الذاكره دلوقتي. هم عندما تيجي تجيب لهم التاريخ والحقيقه يفقدوا الذاكره. شكرا لكم يا جماعه، والف مبروك للاهلي، وان شاء الله اللي جاي افضل، والاهلي هيفضل منتصر دايما. اكتبوا لنا في التعليقات يا جماعه الاهلي اعظم نادي في الكون. شكرا لكم، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل. فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري. شكرا لكم والسلام عليكم.